السلام عليكم أصدقائي. سوف نتكلم قليلا عن مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس الأمس، والتي فاز فيها برشلونة بخمس أهداف مقابل 3 أهداف. مباراة كانت قوية من جهة برشلونة وسيئة من جهة ريال بيتيس. في الدقائق الأولى كانت جيدة فقط بالنسبة لبيتيس، عندما سجل الهدف الأول كانت جيدة بالنسبة له، ولكن وراء الهدف الذي سجله بيتيس انتفض برشلونة انتفاضة غير مسبوق له، وسجل 5 أهداف، وكل هدف جميل. حقيقة انتفاضة كانت رائعة، وخاصة التكتيك والنهج والأسلوب الذي دخل به المدرب برشلونة فليك. تكتيك مغاير عن سابقه، وذلك للعبه ب4 مهاجمين و2 في خط الوسط و4 دفاع. يعني لعب ب4-2-4، وضع لامين يامال كلاعب حر في خط الوسط، إما يلعب من الجهة اليمنى أو يلعب في خط الوسط ليساند بيدري وليساند أيضا إيريك غارسيا. لكن عندما تشاهد اللقاء فإنك ترى أن اللاعبين منتظمين في خط الهجوم كأربعة مصطفين، وغارسيا وبيدري يلعبان في خط الوسط و4 مدافعين. لكن الشيء الجميل في التكتيك الذي استعان به فليك الأمس هو أن لامين يامال لعب دور صانع العاب مع بيدري، واستطاع أن يصنع فرص كثيرة للاعبين، أما روني بردغش أو كوندي اللذان يلعبان من جهة اليمنى، ويشكل ثلاثي مرعب من الجهة اليمنى، وهم كوندي، روني بردغش، وايضا لامين يامال. حقيقه ثلاثي كان مرعب من الجهه اليمنى، وطير 90 دقيقه برشلونه كان يلعب الجهه اليمنى اكثر من الجهه اليسرى التي فيها راشفورد وفيها باردي. ولكن باردي لم يستطع ان يصعد كثير لان الخصم كان هو ريال بيتيس، وجهه باردي كان فيها انطونيو لاعب مانشستر سابقا المعروف عليه بالسرعه والمراوغه والفنيه. وما هذا استطاع برشلونة أن يستغل نقاط قوته من الجهة اليمنى، وسجل 5 أهداف كاملة. عندما يأتي شخص لا يشاهد المباراة ويجد النتيجة 5 أهداف مقابل 3 أهداف، فيقول إن المباراة كانت قوية ومباراة حاسمة وكان برشلونة أن يخسر، ويقول أيضا أن دفاع برشلونة سيء. وما يقوله الشخص الذي لم يشاهد المباراة فكلامه صحيح. لكن عندما تشاهد المباراة فإنك تجد أن برشلونة تأخر بهدف، ثم استطاع أن يسجل 5 أهداف، ثم في العشر دقائق الأخيرة من 85 في الدقيقة 85 إلى آخره من نهاية المباراة سجل بيتيس هدفين، وذلك أول لأسباب كثيرة. أول تغييرات برشلونة في الدفاع، وتغييرات برشلونة في خط الهجوم وفي خط الوسط، مما ادى الى تاثير في اسلوب ونهج وتكتيك اللعب في لبرشلونه، وانخفاض المستوى ايضا، لان اللاعبين اللي دخلوا في دكه الاحتياط ودخلوا بدلاء للاعبين الاساسيين في برشلونه هم لاعبين عادوا من الاصابه، وكان مستواهم منخفض تدريجيا، ولذلك عادوا سيئين قليلا. وما هذا لا ننكر ان دفاع برشلونه وخطط فليك في خطط التسلل والضغط العالي والتقدم الكثير لدفاع برشلونة هو سيء جدا. وما هذا يعجبني هذا المدرب عندما يراهن على شيء ويقتنع بشيء، لأنه عندما تقتنع وتراهن على شيء، تراهن على أفكارك، فإنك سوف تنظم أفكارك وسوف تعطي من تكون نقطة ضعف تولي تصبح نقطة قوة. أي أن نقطة ضعف لفليك هي نقطة دفاع، لكن نقطة قوته هو الهجوم، سجل 5، وبرشلونة عندما يدخل له هدف يسجل 3 فوق 3. ولذلك برشلونة إلى حد الآن في حالة جيدة، خاصة عند عودة المصابين وعند عودة اكتمال الفريق بعودة رافينيا وليفاندوسكي. وننسى أن رافينيا وليفاندوسكي لم يلعب الأمس، ومع ذلك فأنا أراهن أن ليفاندوسكي سوف يغيب كثيرا في المباريات الأخيرة لبرشلونة، لذلك لتألق روني من الجهة اليمنى وتألق لامين يامال في خط الوسط، وإذن سوف يحسب لها كثير المدرب هذا تحسن لامين يامال ولروني، وسوف نجد الثنائية تلعب كثيرا مع بعضها البعض من الجهة اليمنى مع الثلاثي كوندي، كيف لا. ومع ذلك يوجد فيرمين لوبيز وأولمو في خط الوسط، وديونغ وبيدري في خط الوسط، ومع ذلك سوف يكون لامين يامال يلعب في المركز رقم 10 كثيرا هذا الموسم. إن لم يلعب أساسيا سوف تجده في
الشوط الثاني كاحتياط، وذلك بدخول روني مكان لاعب خط وسط لكي يصبح الفريق يلعب بأربعة مهاجمين، وسوف نرى فيرناندو توريس كاتين يلعب كرأس حربة، وسوف نرى أيضا رافينيا من الجهة اليسرى، والجهة اليمنى روني، والجهة في خط الوسط مع فيرناندو توريس سوف نجد لامين يامال، وهنا سوف تجد رعب برشلونة، وستجد خطورة برشلونة، ولتحسين دفاع برشلونة. ففليك يحسن الهجوم اكثر من يحسن الدفاع، خاصه في خط الوسط والهجوم، يركز على خط الوسط والهجوم لتحسين دفاع برشلونه السيء اما فرديا او جماعيا، ومع ذلك لا يلام فليك لان اللاعبي برشلونه في الدفاع كمنظومه او كفرديا هم سيئون حقيقه. كوبارسي او بالدي، كوندي او إيريك غارسيا او جيرمان، كفردين ليس باللاعبين الصلب الذي يعتمد عليهم الفريق في البطولات الكبرى. ومع ذلك برشلونة ومدربه يعرف كيف يسير ويمشي هذا الفريق ويتحسن تدريجيا مع فليك ومع هذه المنظومة الذي لديه. مبروك بفوز برشلونة الأمس، وهارد لك لريال بيتيس هذه الخسارة.